اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ ده يوم من ايام كرة القدم، اليوم يعني الاسود. بيقول لك لا مش احنا بعد ما اتغلبوا الماتش اللي فات، مش احنا اللي جبناه. احنا يا ريتنا حتى واقفين مكاننا. لازم نفوق كلنا يا جماعه. زي ما احنا شفنا في الفيديوهات، يوم اسود في تاريخ مصر بتاريخ 25 فبراير 2023. نبدأ الموضوع من الاول. دي المفروض احتفالية بمناسبة بطولة افريقيا للشباب تحت 20 سنة اللي بتتقام في مصر. احتفالية اقل ما يقال عنها انها احتفالية عبثية ملهاش اي علاقة بمولد حتى في الشارع. فاولات مش في القانون، دي في المصارعة الحرة، اي حاجة زي كده غريبة جدا. عشان يلعب 3 مطوشة فيهم 2 خسارة وواحدة تعادل. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بنبدأ البطولة بالتعادل مع موزمبيق. تاني ماتش على طول بنخسر من نيجيريا 1-0، وتالت ماتش بنخسر من السنغال 4-0. تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. طب يا سيدي، دول عيال صغيرة وملناش دعوة بيهم. نيجي بقى للرجالة الكبار بتوع الأندية المصرية بتاعتنا. نادي الزمالك. وعليكم ورحمة الله. تعالى. أنا؟ نادي الزمالك بيودينا الحتة ما كنتش أحب إن احنا نروح لها خالص. ولو كنا بدأنا بالتشكيل اللي أنا قلت عليه في الفيديو اللي فات، أكيد كان حالنا اتغير خالص 180 درجة. فيريرا بيصمم إن هو يحط نفس التشكيلة اللي تخنق الناس خالص منه. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانية. اللي قبل الماتش بالمناسبة الصبح كان المستشار مرتضى منصور مسجون، والله اعلم بقى يتشال من منصبه ولا الدنيا هتمشي ازاي. فالسبب الرئيسي في خسارة الزمالك بالنسبة لي هما 2 مالهمش تالت، مالهمش اي علاقة بالكورة. رقم 1 عمر جابر، رقم 2 عمرو السيسي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. 2 فعليا انا ماخدهمش معايا في حجز خماسي لو انا رايح العب كورة. وعلى الرغم من كده فانا شايف امل بسيط قوي ان احنا ممكن نصعد بالمجموعة دي لو كسبنا ال3 ماتشات اللي جايين. وشايف برضو امل حلو قوي في احمد بالحاج اللي زي ما قلت عليه قبل كده، اللعيب دوت من احسن الحاجات اللي انا شفتها جت الزمالك في الفترة الاخيرة في الانتقالات. طب الزمالك وبيمر بأزمة وكلنا عارفينها، سواء بقى رئيس النادي، سواء القيد، سواء اللعيبة، سواء. نخش بقى على الأهلي المصري. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جايب لاخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني، شوف الزفت اخوك. فالأهلي المصري ما حبش حتى انه يفرح الشعب المصري في اليوم بتاع 25 فبراير اللي انا عمري ما هنساه، وبيتعادل مع سان داونز بصعوبة. ليه بقول لك بصعوبة؟ لان انا شايف من وجهة نظري ان الماتش دوت على ارضك بين جمهورك، فانت نفسيتك هتبقى اريح من نفسية اللي جاي عليك من بره. لكن انت بصراحة اللعيبة كانت بتلعب بشكل مستفز جدا. اسمع مسلسل، اعمل حاجة، اشتغل في شغلانة، اقضي مصلحة، اروح العب بلياردو. ونيجي هنا لنقطة مهمة. فاكرين ماتش اسوان بتاع 3-0؟ لفت نظري وانا بتفرج على الماتش، الجماهير كانت بتردد بتقول حاجة غريبة قوي. بغض النظر عن الشتيمة، هو انا اللي سمعته ده صح؟ هو احنا فعلا بنشتم بتوع اوروبا؟ هو احنا فعلا هنقارن نفسنا عن بتوع اوروبا؟ ده احنا مش قادرين نوصل لمستوى السعودية. يا خرا شنو هذا؟ مش قادرين نوصل لمستوى المغرب، مش قادرين نوصل لمستوى العراق. العراق في كاس الخليج كانت عاملة احتفالية اقل ما يقال عليها انها مفيش فرق بينها وبين احتفالية قطر. وانت واقف على رجليك 5 معاك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللضا 5. لكن انت يا مصري تعال اقول لك على ارقامك. انت السنة دي 2023 وصمة عار ليك 14 ماتش سواء منتخب او فرق، كلهم محققتش فيهم ولا فوز. 14 ماتش يا مؤمن مش عارف تكسب فيهم ماتش. تعال اقولهم لك. الاهلي خسر 3 ماتشات وتعادل ماتش. بيراميدز وفيوتشر اتعادلوا مع بعض وكل واحد اتعادل فيهم مع الفريق الافريقي اللي بيلعبه. الزمالك خسر ماتشين وتعادل ماتش. طب منتخب مصر للشباب خسر ماتشين وتعادل ماتش.
وهنا بقى عندي سؤال مهم ليكم، انت من وجهة نظرك شايف اللي بيحصل ده سببه الاعلام الرياضي ولا اتحاد الكورة ولا وزارة الشباب والرياضة؟ ففي نهاية الفيديو حابب اسمع رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشغل زرار الجرس. والكلام على ايه؟